كان في بنت اسمها سارة، صحفية شجاعة بتحب تدور على الحكايات الغريبة وتحقق في الأماكن المهجورة اللي محدش بيقرب منها. من كام شهر جالها إيميل مجهول مفيهوش غير سطر واحد: لو عايزة سبق حقيقي دوري على ملف المريضة رقم 96 في مستشفى الرحمة. مستشفى الرحمة ده مكان مقفول من سنين طويلة بعد ما حصل فيه حريق مات فيه عدد كبير من المرضى، واللي عاشوا خرجوا بحالة نفسية صعبة جدا. سارة قررت تروح. دخلت المستشفى العصر. الجو كان غريب جدا، هدوء خانق وكل حاجة شبه متجمدة من سنين. وأول حاجة شدت انتباهها صوت خطوات خفيفة، كأن في حد بيتابعها مع إنها كانت لوحدها. دخلت أوضة التمريض وبدأت تدور وسط الملفات القديمة لحد ما لقيت ملف مكتوب عليه روان السيد رقم 96. الملف كان مرعب. البنت دي كانت بتقول إنها بتشوف كائنات غريبة جوه المستشفى، وكانوا بيقيدوها في السرير لكنها كانت بتفقد السيطرة. وآخر سطر مكتوب في الملف: ممنوع فتح الغرفة رقم 7 مهما حصل. سارة أكيد ما قدرتش تقاوم وقررت تدور على الأوضة. ولما وصلت هناك وفتحت الباب الدنيا اتبدلت. الريحة، الهوا اللي لف حواليها، كل ده كان بيقول إن المكان ده مش عادي. جوه الغرفة لقيت حاجة هزتها: سرير حديد عليه آثار قيود، وجرنان قديم مفتوح على صفحة فيها صورتها. ازاي؟ مين جاب الصورة دي هنا؟ والمصيبة كانت في جملة مكتوبة بخط الإيد تحت الصورة: الصحفية وصلت، اللعبة بدأت. ومن اللحظة دي كل حاجة اتجننت. الأنوار تقطع، الأبواب تتقفل، وسارة تحاول تجري بس المستشفى كانت بتقفلها لنفس المكان. كل مرة تنقلها لنفس المكان والبيبان تتقفل عليها، وكل ما ترجع تفتح باب تلاقي نفسها في نفس الأوضة، الغرفة رقم 7. وفي لحظة وقفت قدام مراية، بصت لقيت نفسها واقفة بس مش لوحدها. كان في بنت تانية شبهها لكن عينيها سودا وبتبتسم، وسمعت صوت بيهمس في ودنها: انتي اللي هتاخدي مكاني، انتي رقم 97. ومن اليوم ده سارة اختفت، ولا رجعت ولا حد سمع عنها حاجة. لكن الغريب في ناس كتير بعديها بدأت تشوف كوابيس عن المستشفى، وبعضهم بيصحى يلاقي ورقة مكتوب فيها: ادخل الغرفة رقم 7 وكمل القصة.